حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة بحضور 10,000 مشجع في مواجهة الترجي تونس المقرر لها في 9 مساء الثلاثاء المقبل على استاد برج العربي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان الزمالك قد طلب الحصول على موافقة بحضور 20,000 مشجع في مباراة الترجي، إلا أن الموافقة جاءت بالسماح لام 10,000 بالحضور. وكشفت تقارير صحفية أن نادي الترجي تونس استقر على السفر إلى القاهرة غدا الأحد عبر طائرة عسكرية لمواجهة الزمالك. وقال موقع فوت 24 التونس إن الترجي قرر السفر إلى القاهرة من خلال طائرة عسكرية لمنح اللاعبين راحة في السفر. وتصدر الترجي التونسي مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم معه الزمالك والمريخ السودان وشباب بلوزداد الجزائر، بعد تحقيقه الفوز في ال3 مباريات التي خاضها منذ انطلاق دور المجموعات، وكان آخرها اليوم أمام الفريق الأبيض. ويمتلك الترجي التونسي 9 نقاط احتل بهم صدارة المجموعة بعد الفوز الذي حققه على الزمالك على ملعب رادس بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دور أبطال أفريقيا. وحل المريخ السودان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجي التونسي وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثا برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين. وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات، خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰